يا مساء الفل، هنعمل مع بعض طبق سلطة. ولو انه والله خسارة اقول عليه طبق سلطة، لان انت مش بتاكليه جنب اكل، انت هو لوحده بتاكليه كده بحتة عيش ناشفة. خلصت الموضوع، وجبة كاملة متكاملة، وانت مش محتاجة جنبها حاجة اصلا غير بعد ما بتخلصي كوباية شاي بالنعناع وخلصت الليلة. فالطبق ده روعة 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 من هنا للسنة الجاية، طعمه تحفة. انا معايا طماطم على قد الكميه اللي انت عاوزاها، حط طماطم ماشي، وبقطعها مكعبات صغيره، يعني لا هي كبيره ولا صغيره عشان ما تنهريش، لو صغيره اوي تبقى مهريه، ولو كبيره اوي برضو مش شكلها مش هيبقى لذيذ. فبقطعها مكعبات زي ما انتم شايفين كده. الوصفه دي ممكن تعملي جنبها بطاطس متحمره، لو انت عايزه تضيفي لها اي حاجه، يعني بطاطس متحمره تحطها عليها مكعبات وتحطها عليها بتبقى خطيره برضو. بس انا هنعملها النهارده بأقل مجهود وما بتاخدش وقت خالص، وما بتاخدش حاجات كتير، وطعمها تحفه والله العظيم. وبعد ما قطعت الطماطم، معايا هنا خياره هقطعها، جيت اقطعها كده على البتاعه دي، حسيت ان القطع كبيره قوي، فجبت المبشره وبدات بقى اشغل دماغي وابشر الخيار بتاعي على الناحيه اللي بتطلع الخيار كبير، بتبشر كبير، الخروم بتاعتها واسعه، الفتحات بتاعتها واسعة، يعني مش زي اللي هي مش زي مش صغيرة قوي. فببشر بقى الخيار بتاعي عليها كده. البشر بيخلي الخيار ينزل ميته، فبتضيفي كله مع السلطة، بيعمل طعم روعة. وبعد ما ضفنا الخيار، معايا فلفل، هنا كنت بكمل الخيارة التانية، يعني قلت ما فمناش فايدة بقى مش عاملة على البتاعة دي، هعمل في الطبق على طول. وبعدين جبت فلفل قرنين شطة خضراء، ممكن تضيفي فلفل ألوان أو فلفل أخضر، بس أنا ما كانش متوفر عندي غير شطة خضراء، فاستخدمت شطة خضراء. انت استخدمي اللي انت عاوزة، تحطي فلفل ألوان، فلفل أخضر، عايزة تضيفي قرن فلفل حامي، بصي براحتك. وقطعته كده حتت صغيرة على ده تاني قرن معايا اهوت، بقسمه نصين وابدأ اقطعه. سهلة، وصفة سهلة ولذيذة وتاكليها بتشبعي وزي الفل اهو. دي الوصفة السحرية بقى، دي اللي هتخلي الطعم في ناحية تانية. دي جبنة قديمة ماشي، بجيبها واخد منها الكمية اللي انا عاوزاها، وابدأ انزل على السلطة بتاعتي، على الخضار اللي انا قطعته. كل ما احس ان هي شوية بزود تاني، لان ده اللي بينقلك طعم السلطة في حتة تانية خالص. اهو بضفت عليه وابدا اقلب، ولسه في مكون تاني هضيف عليه برضو، بينقل برضو الطعم في حتة تانية خالص. طحينة، الطحينة يا جماعة، وكل ما تكون الطحينة نظيفة ونوعها حلو، يعني الشركة بتاعتها حلوة، كل ما الطعم بيبقى احلى ماشي. تاني حاجة هنضيفها بعد يعني تالت حاجة هنضيفها الزيت، حبة زيت كده، واقلب كله مع بعضه. يا سلام يا سيدي، وعدي بقى الرغيفة اللي انت هتاخديها. بص مش محتاجة حاجة جنبها، هو السلطة كده وخلاص. بصوا ده بعد ما خلصت خالص وكله دخل في بعضه كده، لذيذة جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. سلطة حرام نقول عليها سلطة اصلا، لانها بتتاكل لوحدها من غير اي اكل جنبها. بالهنا والشفا.